يا لهوي اسود. عايز تتجوزي؟ بجد والله. اضحكوا يا جماعه اضحكوا بجد، يلا كلنا نسقف. انت يا تتوكسي يا تتنيلي، ده اسهل ليكي، ايهما اقرب. تعرفي ايه انت عن الرجاله؟ ازاي تعيش مع راجل مصري لو لسه عرسان في اول الجواز ومقطقطين كده وحلوين وفرحانين ببعض قوي. ما تحاوليش تعدي من قدام الحمام عشان هتسمعي السيمفونيه التاسعه. عكسكوا تماما. مين الحبايب دول بقى اصلا؟ دول اصحابه اللي عاش عمره كله معاهم، فما تجيش بقى تغلطي في اصحابه او في القهوه اللي بيقعد فيها، عشان هو لو عليه كان اتجوز صحابه اساسا ولا عبرك. فما تشطحيش بخيالك وتقولي لي تعالى يا حبيبي نعمل شوبينج. لا ده انت والشوبينج واللي خلفوا اهلك في كفه وراحت في خاله في كفه تانيه خالص. يا عزه عايزاه يحبك سيبيه يفخد. يا عزة عايزاه يحبك اكتر سيبي له ريموت التلفزيون، سيبي له الاوضه، سيبي له الشارع، سيبي له الدنيا، سيبيه وامشي والله هيحبك. جو بقى ان هو يدخل عليك المطبخ ورابط فوطه حوالين وسطه، ها، وعنده 6 باكس وبيلعب في شعره وبتاع ويحضنك من ظهرك. لا يا حبيبتي انت مش متجوزه اليخاندرو، انت متجوزه محمد على الله. كويس اصلا ان هو عايش. السوشي بقى والوايت صوص والباستا والكلام ده دي فضلات كونغر بالنسبه لنا. تعالي لي بقى في بيت الكلاوي حته من الانتركوت اطرى من لغد ليلى علوي، مكرونه دايبه في دباديب البشاميل. هو ده. طبعا في اسئله كده ما ينفعش تساليها له، حبيبي اللي لا احسن ولا البربل، عشان هيقول لك لا امك، دي بالنسبه له شتيمه. والراجل المصري ينبوع كرامه ما تخلص. وبالنسبه للبربل فهو بيبربل كل يوم في الحمام، ده بالنسبه له ريحه مش لون. احنا طبعا كرجاله تاني كائن بيعمل بيبي وهو واقف بعد الحصنه، فيا ريت تنجزي ما تطوليش في الحوارات. انا كنت هموت ولا ايه؟ والله كنت هموت. هديه. هديه ايه؟ لو جاب لك هديه يا حبيبتي بعد الجواز ابقي تعالي عليا. لو عملها وجاب لك هديه في الفالنتاين فهو مش هيكون مقتنع اساسا، بس لو جاب لك هديه في عيد ميلادك برضه مش هيكون مقتنع. لو حسيتي في يوم انك مكسوره وضعيفه ومش قادر عليه قولي له هات باسورد الموبايل يا بريء يا حنين يا ملاك. هتلاحظي بقى في الواتساب اسامي ولاد كتير قوي جنبها صور بنات حلوه قوي. وخاين ولا ايه؟ لا 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 الراجل مش خاين خالص على فكره، ده اكتر واحد مخلص ليكي ولانتمتك ولسوزي اللي في السابع ولصاحبته القديمه وصاحبته الجديده وبنت خاله وبنت عمه. ولو جبتي شغاله فمبروك حضرتك كسبتي معانا الدرع الذهبي للمراه المتخلفه عقليا. عارفه السر فين؟ في العبايه. حبيبي ممكن اطلب منك طلبين؟ عايزين بيتزا ستافت كراست وحضن. اقسم بالله هتسمعي احلى طرقعه على قفاك. ولعلمك بقى لو لبستي تيشيرت من تيشيرتاته اللي هو يوصل لك لغايه الركبه وتكوني سكسي وبتاع، اقسم بالله ده بالنسبه لنا صريخ ضحك كده هتباني هبله. لو لقيتيه متضايق وقلت له فيه ايه وقال لك مفيش يبقى مفيش، احنا مش زيكم مش 63,000 فيه ايه، احنا مفيش يعني مفيش، انت ما بتقولش. بالنسبه بقى للاهتمام اللي ما بيطلبش ده، لا على فكره بيطلب عادي. الراجل شقيان وفاتح حوض من صباحيه ربنا، يعني مش هياخد باله عملت شعرك جنجاه ولا كستنائي فاتح. بلاش ارجوكي جو العزومات بقى واعياد الميلاد ويا حبيبي هوب في الشمعه، لا مش احنا خالص. قعده القهوه احسن بكتير من الهبل ده. في حياتنا كرجاله في نوعين وليد. الو ايه انت فين يا وليد؟ وليد بيتصل بيا وحشني يا زباله. مراتي اهي، خد يا حبيبتي كلمي وليد. اوكي يا وليد هنتقابل يا حبيبي النهارده، مع السلامه. النوع التاني بقى ايوه يا وليد بحبك طبعا، ده احنا عشرة النهارده ولا ايه؟ الاحمر. مع السلامه يا وليد. مع السلامه يا وليد. مع السلامه.